يا اهلا وسهلا اصدقائي الطيبين، شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. سنة سعيدة على الجميع وسنة التوفيق والنجاح، سنة 2025. هذا اول فيديو بهاي السنة، واحنا هسه بهاي الغابة الحلوة الهادئة ناخذ جولة بيها، وخليكم وياي. شوفوا هاي الاشجار كلها الواقعة، هاي توقع من العواصف. عواصف تصير عندنا بالمدينة، تصير اخف من الجبل. جبل عالي يصير بالعاصفة كلش قوية، فالاشجار الضعيفة توقع، وحتى اكو بيه هنا اشجار قوية توقع. بس بعدين يجون العمال هذولا يشيلوه كله ويحطوه بسيارات ويطلعوه. وعندهم سيارات تطب يعني بالغابة، السيارات هاي الصغيرة تطب بالغابة. شوف هذا الطريق شلون صاير حلو. ان شاء الله باكر اروح افعل الرخصه مال صيد السمك مالتي. هنا بالمانيا ماكو واحد يقدر يجي يصيد بكيفه، لانه لازم تسوي رخصه وتنجح امتحانين نظر وعملي، وحتى بعدين يحق لك تصيد السمك وبراحتك. هم هذا الشيء مسويه على مود المحافظه على البيئه، يعني حتى واحد ما يصيد بكيفه. مو اي سمكه تصيدها، لازم هم مخلين قوائم محدده للاسماك اللي تنصاد والاسماك اللي لازم تنترك ترجع للمي يعني. طبعا دائما من اطب الغابه ما اقدر اخذ لقطات جويه، يعني الا كنت تدور مكان مفتوح من الاشجار، لان مثل ما ذكرت الاشجار كلها مشاكله مع بعض. بس هسه لقيت مكان وصورت فيه، اخذت فيه لقطات جويه. طبعا تعبت الطريق سعود. هسه جوعان، بس انا جايب اكل وياي. نشوف لنا مكان شويه زين ونقعد ناكل. شوف هاي الشجره شلون حلوه، العشب ماليها سويت عليها فيديوهات حلوه على انستغرام ريل. شفنا لنا مكان حلو نقعد فيه وناكل. وانتم تعرفون هاي شنو؟ بيض وطماطة. هاي الأكلة العراقية المشهورة، بيض وطماطة. وهاي قهوة، لازم واحد ياخذ وياه شيء للغابة، يعني تمشي وصعود ونزول تتعب، فواحد لازم ياكل. ان شاء الله المحتوى القادم تخييم ومغامرات. وان طبعا قام يصير غروب.
هنا، حتى شبكه ماكو هنا، شبكه مال الانترنت ماكو، ضعيفه كلش. انشر ستوري على الانستغرام يظل تقريبا 4 دقائق 5 دقائق يلا ينشر. يعني لازم واحد يصور فيديوهات وبعدين يروح للبيت ينشر ستوري، لان الانترنت ضعيف هنا يا ولد. اخوان جمال هذا المكان رهيب كلش حلو، صاير كله نزول ومثل الاوديه الصغيره.